بصوا بقى، هنعمل عيش صغير جدا كده حلو لطيف في الطاسه من فوق، يتفتح ويتحشى حشوات حلوه. تمام. كل المقادير اللي معايا 3 كوبايات ونص دقيق عادي، طحين ناعم ابيض منخول طبعا، ومعايا كوبايتين دقيق سميد، ومعايا كوبايه ميه، معلقه صغيره سكر، ومعلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقتين زيت. خلاص، ورشه ملح طبعا. ده الدقيق، هنحط عليه السميد، وهنا هنحط السكر والخميره. الزيت ده مش دلوقتي، خلاص. دقيقتين بس كده. اهو، هسيبه كده ثواني بس مع بعض، وانا لخبطت الدقيق والسميد مع بعض. نخلط، نحط الدقيق الزيت، بصوا بقى، ملمسها ناعم وطري، وهي طريه خالص، مش بتلزق في ايدي خالص، ولكن طريه. ماشي، ادي كده ده العيش بتاعنا. هحاول بقى اغطيه واتقل عليه الغطا اهو. هنعمل ايه بقى؟ احنا ممكن نفرد بشويه دقيق، وممكن سميد، وممكن دقيق على سميد، مش هتفرق يعني. تنسيم الدقيق بسيطه كده، مش كتير يعني. السمك بتاعه يبقى زي العيش الشامي بالظبط، نص سنتي. بصوا حجمها يا دوب لقيمه صغننه حلوه. بدات فقاعات صغيره تبان على الوش. اول ما بانت، ثواني بس، شايفين بدأ ينفخ اهو. بصوا، شايفين اللي هناك كمان؟ انا بساعدها اهو، انا بتك عليها كده بتنفخ زياده، عشان العيش اول ما بيطلع بيبقى سخن، لو اتحط على حاجه وعرق فيها هيطرى ويبقى وحش. ماشي. بصوا ده غلس مش عايز ينفش. زي ما انتوا شايفين شكله تحفه والله العظيم، وما تقلسوش عليا، شكله تحفه جدا. حلو قوي. هنحشي بقى كام واحد كده، كام ساندوتش. وقولوا لي ايه الاخبار. نكمل الرقه للاخر. سلام يا ولاد. بصوا، مفيهوش لبابه كتير خالص اهو، انا فاتحاه جامد عشان تشوفوه. مستوي وجميل وخفيف، مفيهوش لبابه كتير. زي ما قلت لكم، ممكن بيض اومليت مقلي، ممكن والله العظيم شويه كفته وجرجير فيه حلوين قوي. انا لو عندي كفته فاضله من الغدا، انا بحب الكفته قوي. بعمل شويه بصل كده ترنشات بسماق وخل التفاح، واسيبها كده شويه، واحطها بقى مع الجرجير والكفته والطحينه، ونحط معاها قطعه كابوتشي صغنونه حلوه كده، ونكتر بقى بطاطس. ونحط شويه كاتشب. شوفوا الحشوات، بصوا والله العظيم جميله. اي الملبن حلو قوي قوي، جربوه مش هتندموا والله.